عمركم فكرتوا إيه العلاقة بين إنجيل لوقا وسفر أعمال الرسل؟ طب تعرفوا إن في إنجيل من الأناجيل الأربعة له جزء تاني زي الأفلام كده بالظبط؟ بلاش تحتار، هنساعدك تختار. أهلا بيكم في منيو. هنا بنساعدكم تختاروا وتتعلموا إيه وسط بحر الكورسات والمصادر اللي على الإنترنت. عشان نجاوب على السؤال ده محتاجين الأول نعرف مين أصلاً اللي كتب سفر أعمال الرسل. يلا بينا نلعب دور المحققين شوية. أول خيط معانا قوي جدا. لو بصينا على افتتاحية إنجيل لوقا وافتتاحية سفر الأعمال هنلاقي إن الكاتب بيكلم نفس الشخص، واحد اسمه ثوفيلوس. والأوضح كمان إنه في سفر الأعمال بيقول له الكلام الأول أنشأته يا ثوفيلوس، يعني بيفكروا بالكتاب الأولاني اللي بعته له اللي هو طبعاً إنجيل لوقا. فده دليل مباشر وصريح إن اللي كتب ده هو اللي كتب ده. بالظبط كده. والموضوع مش بيقف هنا، في أدلة تانية كتير بتأكد إن الكاتب هو لوقا الطبيب. يعني شهادات الكنيسة من زمان قوي في المخطوطات القديمة وقادة الكنيسة الكبار كلهم أجمعوا إنه لوقا. وغير كده أسلوب الكتابة باليوناني في الإنجيل والسفر راقي جداً ومعقد، ودي طريقة كتابة شخص متعلم ومثقف زي ما يكون طبيب مثلاً. والدليل القاطع بقى في أجزاء معينة من السفر إنه كان شاهد عيان، كان بيسافر مع بولس الرسول نفسه. طب ده هيساعدنا إزاي نفهم السياق والجو العام؟ يعني إمتى وفين حصلت كل الأحداث دي؟ بصوا، الدليل هنا هو الحاجات اللي مش مكتوبة في السفر. سفر أعمال الرسل بيخلص وبولس لسه محبوس في بيته في روما، وده كان حوالي سنة 62 ميلادياً. الغريب بقى إن السفر ما يجيبش سيرة حدثين ضخمين جداً هزوا العالم وقتها: اضطهاد نيرون الفظيع للمسيحيين سنة 64 وتدمير الهيكل في أورشليم سنة 70. ده مستحيل لوقا يكون بيكتب بعد الأحداث دي وما يذكرهاش. عشان كده أغلب الدارسين بيقولوا إن السفر اتكتب قبلها، يعني حوالي سنة 62. وده بيدينا صورة عن العالم اللي الكنيسة الأولى كانت بتكبر فيه. الإمبراطورية الرومانية كانت هي القوة العظمى وقتها، هي اللي عملت الطرق ووفرت الأمان اللي سمح للرسل يسافروا وينشروا الإنجيل بسهولة نسبية. لكن في نفس الوقت قوة الإمبراطورية دي كانت تحدي كبير جداً للكنيسة الجديدة. فعلاً، والصراع ما كانش بس مع الرومان، كان في صراع أهم بكتير بيحصل من جوه. لازم نفتكر إن أول مسيحيين كانوا يهود بيقروا نفس الكتاب المقدس وليهم نفس التاريخ، لكن كان في خلاف جذري بينهم وبين القيادات الدينية اليهودية حوالين سؤال واحد بس: هل يسوع هو فعلاً المسيح اللي كانوا مستنيينه؟ بس ليه القصة دي مهمة لينا النهاردة؟ إيه المعنى الأعظم اللي ورا الأحداث دي؟ ممكن نبص لقصة الكتاب المقدس كلها كأنها مسرحية من 3 فصول. الفصل الأول الخليقة، لما كان كل حاجة في أفضل صورة. الفصل الثاني السقوط، لما الإنسان اختار يمشي بعيد عن ربنا. الفصل الثالث والأخير الفداء، خطة ربنا العظيمة عشان يصلح كل اللي باظ ويرجعنا ليه. سفر أعمال الرسل هو جزء أساسي ومهم جداً من الفصل الثالث ده، قصة الفداء وهي بتتحقق قدام عينينا. وده مش مجرد فكرة جديدة، ده تحقيق لوعد قديم جداً ربنا اداه لداود الملك. زي ما المزمور بيقول إن ملكه هيوصل من البحر إلى البحر وتتبارك به كل الأرض. الكنيسة الأولى كانت شايفة إن اللي بيحصل في سفر أعمال الرسل لما الإنجيل يوصل لكل الأمم دي هو تحقيق للوعد العظيم ده. الرجاء القديم ده بقى حقيقة وواقع. عشان كده الرسالة المحورية ليسوع والرسل كانت واضحة جداً وبسيطة، ومهمة الكنيسة كانت ولسه لحد النهاردة إنها تنشر بشارة الملكوت ده وتأثيره في كل مكان في العالم. طبعاً اللي قلنا بقى مجرد قشور. لو النقط دي فتحت نفسكم فالدرس الأصلي مليان تفاصيل أكتر بكتير. هتلاقوا كلام عن قصاصة موراتوري، ودي واحدة من أقدم الوثائق اللي فيها قائمة بأسفار العهد الجديد. وهتقروا عن يوسيفس المؤرخ اليهودي المشهور اللي حكى عن نفس الفترة دي بس من وجهة نظر مختلفة تماماً. وهتعرفوا أكتر عن الغيورون، دول كانوا جماعة ثورية سياسية عايزة تطرد الرومان بالقوة. وهتكتشفوا وثيقة تانية قديمة ومهمة جداً اسمها المقدمة ضد المارسيونية، ودي بتدينا أدلة أكتر على إن لوقا هو الكاتب. لو عايزين تتعمقوا أكتر هتلاقوا رابط الدرس الكامل في الوصف. وقولوا لنا في التعليقات تحبوا المنيو اللي جاي يكون عن درس إيه؟ شاركونا بأفكاركم.
لو منيو النهاردة أفادكم ياريت ترسلوه لناس تانية يمكن يستفيدوا هم كمان. المنيو وقتك دهب، اختار اللي ينفعك. سلام.